السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أمارات، عاملين ايه؟ النهاردة بقى عندنا فراخ مقرمشة ورز ريزو، وعندنا كمان سلطة كولسلو. هيعجبوكوا قوي، كمان هيطلعوا طعمهم حلو قوي قوي قوي. أول حاجة هنعملها الفراخ طبعا. آه الكولسلو انا عارفة انتوا هتلاقوه شوية جزر زيادة فيه، عشان انا بحبه جزر زيادة شوية. اللي مش بيحبه جزر زيادة شوية يقلل ايه الجزر شوية عن ما انا حاطة يعني، ويزود الكرنب. تمام. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده، بصوا تحفة بجد. الريزو بقى بصوا عالمي بجد. اعملوا الصوص اللي انا عاملاه دوت. بصوا مش عايزة اقول لكم هيعجبكم قد ايه، حلو قوي 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 بجد يعني. اوكي. اول حاجة هنعملها، هنعمل الفراخ بتاعتنا. هنعمل لها طبعا، احنا غسلينها كويس جدا جدا ومصفياها من المية. هعمل لها محلول النقع بتاعها. عندنا مية هنحط فيها نص فنجان خل، نص فنجان ليمون. حطيت كمان قشر الليمون اللي انا حطاه، وحطيت ليمون شرايح برضو، وحبهان ورق لورا، وحطيت روزماري، وحطيت كمان قرفة، عود قرفة. تمام. وحطيت ملح وسكر كمان. هنقلب كويس جدا، وهنحطه فيها ننقعه فيه لمدة 12 ساعة. ده كده بعد 12 ساعة، وانا بصوا عاملة فتحات فيه. في الفراخ عاملة فتحات، كل جزء عاملة فيه حوالي بتاع 3 4 فتحات كده يعني. صفيناها كويس من المحلول بتاعنا، وهنعمل بقى ايه الخليط اللي هي هتتنقع فيه لمدة ساعتين 3 4 على حسب يعني. عندنا هنا آه، لبن رايب. تمام. هنحط عليه رشة فانيليا كده، هتديله نكهة حلوة قوي يعني، ما تستغربوش. تمام. عندنا التوابل بتاعتنا: ملح وفلفل وبصل باودر وتوم باودر وكاري او كركم وشطة، وكمان مرق دجاج. اوكي. هنقلب كل ده مع بعض، وهنحط الفراخ بقى بتاعتنا، وهي طبعا احنا مصفينها كويس جدا جدا من المحلول بتاعنا، لازم تبقى ناشفة. هننقعها فيه 3 4 ساعات، ساعتين على حسب يعني، على حسب الوقت اللي عندك يعني. ممكن انتي عاملاها من بالليل، هنصفيها الصبح بدري وهننقعها في الخليط دوت، وعقبال لما نيجي نعملها. هنا عندنا ده الخليط الدقيق بتاعنا: كوبايتين دقيق عليهم كوباية نشا. وعندنا نفس التوابل اللي احنا كنا حاطينها في الخليط اللي حطينا فيه الفراخ. هنقلبهم كويس جدا جدا. وعندنا زيت على النار بيسخن. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا، هنطلعها من الخليط بتاعنا، هنحطها في خليط الدقيق. وهنقلبها كويس جدا جدا، وندوس عليها كده في خليط الدقيق. لو احنا عايزين الكفر المقرمش ده خفيف، هي مرة واحدة بس في خليط الدقيق. لو عايزين تقيل، لو الولاد بيحبوه يكون الكفر ده يكون تخين شوية، هنرجعه للخليط بتاعنا تاني، ونرجع وبعد كده نرجعه للدقيق تاني. تمام كده. يبقى كده هنحطه في الدقيق مرتين لو احنا عايزين الكفر بتاعنا مقرمش. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انا بدوس عليها كويس جدا وننفضها كويس جدا من الدقيق، ونرجعها الخليط كده تاني. تمام. وبعد كده نرجعها خليط الدقيق تاني. ده لو عايزين الكفر يكون آه تخين يعني. بصوا كمان لما هنحطها في الدقيق، بصوا بعد ما هنفضها هوريها لكم، وهوريكم التعريجة المقرمشة ديت بتبقى شكلها عامل ازاي. بصوا انا بعملها ازاي. لازم تدوسي عليها كويس جدا جدا كده في الخليط بتاعنا. بص هتنفضيها كمان كويس قوي. بصوا التعريجة بتاعتنا، بصوا التعريجة عاملة ازاي، والخليط عامل عليها ازاي. هنحطها بقى في زيت سخن، ويكون غزير طبعا. بس بعد اول لما يبتدي لونها يصفر خفيف خالص خالص، تغير لونها، هنعمل هنوطي خالص على الزيت، ونسيبها بقى من ربع ساعة لتلت ساعة. على حسب الفراخ بتاعتك هي كبيرة او صغيرة. ده الوقت ده تقريبا بتكون استوت كويس يعني.
وتقدري كمان تطلعي حتة قبل ما تشيليها كلها من الزيت، تختبريها. انا طلعت حتة ما لحقتش اختبرها الصراحة، هي اتاكلت يعني. عشان كده لو هتلاحظوا هنا انا حاطة 4 حتت، لما اجي هشيل 3 بس، لان الحتة الرابعة كانت اتشالت عشان اختبرها، ما لحقتش اختبر فيها اي حاجة ما شاء الله يعني. بصوا لونه بقى جميل جدا. وبعدين كمان لما نيجي نطلعها في مصفى، ما نطلعهاش على ورق علشان ما تطراش. لما بنطلعها على مناديل بتطرى، لكن لما نطلعها على مصفى كده مش هتطرى. هنعمل بقى الكولسلو دي هنا نص كرومباية، او هنقول مثلا كوبايتين مثلا كرومب متقطعين كويس جدا جدا صغير، و وجزرتين مبشورين برضو. هنا عندنا بقى دول علبتين زبادي، هنحط قدهم مايونيز. اوكي، وهنحط عليهم معلقتين عسل ابيض، وهنحط عليهم كمان معلقة سكر وشوية خل. اوكي، انا كمان هزود شوية لبن علشان انا بحب الصوص يبقى زيادة شوية. وهنقلبهم كويس جدا جدا. وبعد كده هنحط فيهم الجزر والكرنب بتاعنا، وايه، ونحطهم بقى في التلاجة. يا ريت بقى نبقى عاملينهم من بدري او حتى من بالليل. لما تحط في التلاجة وبتبقى معمولة قبلها بفترة كده بتبقى تحفة. بصوا ما تستغربوش انا حاطة جزر كتير، انا بحب الجزر كتير. انتوا قللوه ايه، قللوه شوية. هو المفروض بصراحة يبقى ايه، اقل من كده. اوكي. هنعمل بقى صوص الريزو. بصوا الريزو ده يا جماعة عالمي بجد والله العظيم. لو عملت الصوص ده بالظبط كده زي ما انتوا شايفينه كده، هيطلع تحفة تحفة تحفة. هنا عندنا 4 معالق باربيكيو. وبعد كده بقى نصهم كل الصوصات اللي احنا هنحطها. يعني لو انا مثلا هحط 6 معالق باربيكيو، يبقى احط 3 معالق من كل نوع تاني انا هحطه. هنا عندنا 4 معالق، هحط معلقتين صويا صوص، ومعلقتين عسل، ومعلقتين كاتشب. وهحط كمان انا هحط كمان صوص اللي هو الحراق، عشان برضو يديها ايه سنة كده حراقة، سنة بسيطة مش بتبقى باينة قوي. بصوا انا بحط الصويا صوص اتدلقت مني، سوري بقى معلش. كاتشب اهو. هنحط معلقتين. اوكي. وهنرفع كل ده على النار. اول لما تبدأ تغلي معايا انا هكون محضرة فصين توم بشراهم، هحطهم عليهم. نسيت اقول لكم ملح وفلفل. اوكي، حاجة بسيطة يعني، مش كتير. هنرفعه بقى على النار، نقلبه كويس جدا جدا ونرفعه على النار. اول لما يبدأ يغلي معايا هروح حطاله فصين توم مبشورين، هقلبهم بس تقليبة كده واشيلهم من على النار. اهو هنا انا حطيتهم على البوتاجاز، هفضل اقلب فيهم كده لحد بدأ يغلي اهو. هروح حاطه بقى ايه فصين التوم معايا، واقلبهم. وبعد كده ايه ارفعهم من على النار. بعد ما ارفعهم من على النار هحط كمان معلقة خل، بس ده بعد ما اشيلهم من على النار. هحط معلقة خل واقلبهم برضو كويس، وهفضيهم عندي بقى ايه في بولة او كوباية على جنب، عشان بعد كده لما اعمل الرز ابقى احط منه. هنا بقى انا هعمل الرز. عندنا بصلاية صغيرة متقطعة صغير. طبعا برضو على حسب كمية الرز اللي انتي هتعمليها. انا كنت عاملة حوالي 4 كوبايات تقريبا. ودول فصين توم برضو، هقلبهم برضو تقليبة، شوحهم برضو على بسيط كده. وبعد كده هحط الرز بتاعي عليهم. يعني مش هياخدوا اي لون خالص، هم يا دوبك تشويحة بسيطة كده، مش هتكمل حاجة يعني. واحط عليه الرز. طبعا ببقى مجهزة مية سخنة جنبي، لان الرز مش بينفع احط مية من الحنفية، يعني لازم مية سخنة. اهو هقلبهم كويس وابدأ بقى ايه احط الصوصات بتاعتي. هحط برضو باربيكيو، وهحط صويا صوص، وهحط كمان الهوت صوص برضو، وهحط كاتشب معلقتين من كل حاجة. وبعد كده عندي بقى المية السخنة انا حاطة عليها المرقة بتاعتي. وبعد كده في الاخر خالص ايه هظبط الملح. وكمان هحط معلقة
كركم علشان يديني اللون الاصفر الحلو دوت. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده انا بحط الصوصات هقلبهم كويس وبعد كده هحط عليهم بقى ايه الميه بالمرقه بتاعتي واظبط الملح. اول بقى ما يخلص الرز بتاعنا طبعا هنسيبه يتشرب بعد كده هنوطي عليه زي الرز العادي خالص ما فيهوش اي حاجه. هو بس زياده عليه التركات بتاعت الريزو ديت. بصوا مش الرز ده بقى بصوا عايزه اقول لكم انتوا هتسيبوا الفراخ وهتاكلوا الرز. الرز تحفه تحفه بجد والريحه بتاعت صوص الريزو جامده جدا جدا. بصوا ما حصلتش حقيقي هتعجبكم قوي 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 قوي. بجد لازم تجربوه وقولوا لي رأيكم فيه ايه. هو عجب الولاد جدا جدا بجد والله. بصوا شكله كمان عامل ازاي خطير.